السنة الجديدة قربت، مو لأنه بس التاريخ رح يتغير بحياتنا، لأ، لأنه شو بتستحقي وشو لازم تتركي ورا ظهرك. السنة الجديدة فرصة إلك لروحك لسلامك، فرصة ترجعي تعيدي فيها ترتيب أفكارك وقلبك بعيد عن التعب يلي حملتيه من سنين طويلة ومضت. فرصة تقوي روحك من الناس يلي أخدوا منك أكتر ما عطوكي بحياتك، وتفتحي باب لشي جديد ونظيف وبيشبهك. صح، السنين يلي راحت خلصت ومضت، يمكن تتذكري قديش أخدت منك عذاب وجهد، أخدت طاقة ووقت وراحة وأمان وصبر، بس بنفس الوقت علمتك السنين الماضية وقوتك وخلتك تعرفي قيمة نفسك أكتر وتصبري أكتر، خلتك تعرفي ترفضي وتوقفي وتبتعدي وتختاري حالك ولو كان شوي. أما هالسنة هاي لا تتعاملي معها مثل باقي السنين، هالسنة خليها تكون إلك، لقلبك، لأحلامك، لخطواتك اللي بتحلمي فيهم، لأمانك اللي عم بتدوري عليه من زمان. هالسنة خليها تكون السنة اللي بتهتمي فيها بنفسك، يلي بتقولي فيها أنا بستحق أعيش بسلام وأمان، بستحق الشي الحلو، بستحق أعيش حياة بتشبهني. ابدأي سنتك الجديدة ببساطة، لا تستعجلي على شي ولا تخافي من شي ولا تركضي ورا شي، لأنه كل خطوة رح تاخديها رح توديكي لمكان أحسن، طالما عم تختاري الشي يلي بيشبهك انتي بكل نية صادقة، مو يلي الناس والعالم بدها اياكي تكوني فيه. وتذكري الله قادر يقلب التعب لراحة والضياع لطريق والوجع لحكمة. سنة جديدة يعني صفحة بيضة بحياتنا، يعني بداية نظيفة، يعني أمل جديد.